المأساة أن وزير التربية العراقي بيرسل كتاب للبرنامج الغذاء بقول لهم احنا ما عندنا مانع نغيروا التاريخ واحنا قبلانينها. هذا بتسمح لي الكتاب لو سمحت؟ هذا تصور انه هذا وزير التربية. عمي انت اذا تريد ان تطعم ابناء العراق علما اننا نربى شريطة الحصول على موافقة انه هاي صالح من المصدر او من الجهة الصالحة. علما يرجى قيام، انا بس فقط حتى تكون واضحة، يرجى قيامكم بتقديم ما يثبت تمديد فترة صلاحية مادة البسكوت او بسكت هم مسميها وجعلها 24 شهر بدل من 9 اشهر بشهادة الشركة المنتجة المادة، وبعد السماح بدخولها للعراق يتم سحب نماذج ممثلة منها لغرض إرجاء الفحوصات المخبرية. هذا كتاب من وزير أو مديرية التربية والتعليم العراقية. ووزير التربية هو من وقع هذا الكتاب، الوزير العراقي علي على كتاب وزير الصحة العراقي، ومعطوف على كتاب لوزير الصحة العراقي، وفي كتاب معطوفا من لكتاب وزير الصحة العراقي. نعم، هذا يخص الشحنة ذاتها. نعم، هذا للشحنة. يعني إذا نحن نقول أن أطفال العراق هم كأطفال الأردن، نحن من منطلق عروبي. أنا بدي أشكرك حقيقة على هذا الكتاب اللي بيوضح أيضا من منطلق عروبي أطفال العراق كأطفال الأردن، لا نقبل فعلا أنه أن يتأذوا. ولكن إن أصرت الحكومة العراقية، إن أصروا أنه يعملوا تقدروا تصدروا مواد العراق، يعملوها دكتور في أراضي غير الأراضي الأردنية. تقدروا تصدروا مواد العراق بنعم أو لا؟ لا. هل سبق السيف العذل؟